وصفة دياي تندوري. عندي ديايتين فركتهم بالملح الخشن والطحين وغسلتهم، وبعدين رديت بعد شلت الشوائب وسويت فيها فتحات. الفتحات هذه تخلي التتبيلة تتخلل الدياي وتصير ألذ. وعقب ما نسوي هالخطوة نرجع ونغسل الدياي مرة ثانية. بعد الغسيل راح نسوي التتبيلة الأولى. التتبيلة الأولى عبارة عن ملعقتين كبار من معجون الثوم والزنجبيل وملعقتين كبار ملح، ونتركهم على جنب 30 دقيقة مو أكثر. عقبها عندي التتبيلة الثانية، شوفوا، وراح أكتبها لكم مع الترجمة بالإنجليزي تحت الفيديو. هم ثوم وزنجبيل، هيل مطحون، حلبة مطحونة، كمون، شات مسلة، فلفل كشميري، زيت الخردل، وروب، وخلطة التندوري اللي راح أحط لكم إياها، تندوري بالباربيكيو، وزيت الخردل طبعا، والروب. نخلط كل هالمكونات مع بعضها، ولما نتأكد أن خلطنا التتبيلة صح نضيف قطع الدياي، ما نغسلها من التتبيلة الأولى، لا، مع التتبيلة الأولى، ونخليها من ساعة إلى ساعتين. راح تسألوني يصير نسوي هالوصفة بالفرن؟ أقول لكم كيفكم، لكن عن نفسي حالاتها تنشوي على الفحم. حطيتها بهذا الشبك وشويناها على الفحم، ويا سلام لما تقدمونها مع التشتني صوص، والتشتني صوص موجود في وصفة كتاب أمي عواشة.